فيه مواقف تمر بحياتك تخليك تشك في الواقع، تحس كأن شي غامض راقبك من بعيد بس ما تقدر تفسره. أنا ما كنت أؤمن بهالأشياء لين صار لي موقف غير كل شيء. صار لي شيء غريب مؤخرا، وكل ما أتذكره تجيني توتر ورجفة وكل شيء. وطبعا اللي تحكي القصة بنت. قبل فترة انتقلنا أنا وأسرتي إلى بيت جديد، وكان فيه قبو كبير وكنا نحط أغراضنا يعني الزايدة فيه. وفي يوم من الأيام كنا نرتب البيت لأن خطيبي وعائلته بيجون بيتعشون عندنا، وأمي أمرتني ناخذ كيس كانت فيها أغراض وأشياء زايدة، قالت لي شيليه وحطيه تحت في القبو. فأخذت الكيس ونزلت، ومع يوم لسه حطيت رجلي في القبو والباب وراي تقفل، فقلت يمكن هواء أو أي شيء دفاع طبيعي. وهمشي شوي في القبو ولا لاحظ إن في رجال واقف ويناظرني بنظرات مرة مخيفة. يا إخوان استغربت إيش جاب الرجال في القبو حقنا، فحاولت أركز بعدين لاحظت إنه مو رجال، يعني دمية وشي على شكل رجال لكنه مو رجال. فهديت من نفسي وطلعت من القبو ودخلت غرفتي وارتحت شوي وجهزت نفسي عشان أقابل خطيبي وعائلته. فجلست شوي وغفيت من التعب، ولما فتحت عيوني ولا لاحظ بأن الرجال اللي شفته في القبو كان قدامي. فالوهلة قلت يمكن أنا قاعد أتخيل، فغمضت عيني ورجعت فتحت، لكن الرجال ما تحرك مكانه واقف. فاستعذت بالله 3 مرات وقريت آية الكرسي، ولا على غفلة أبوي يفتح الباب ويشوفني على الوضع ذا، فقال إنه إيش صار لك؟ قلت له بالقصة كلها حق القبو. فأبوي قعد جنبي وهداني، قال يمكن توتر حق الدراسة ويوم خطيبك الحين بيجي وذا. فقدرت أهدأ وريحت من نفسي. وبعد ساعة جاو الخطيب والعائلة وجلست معهم على الطاولة، ولما نظرت على الغرفة المقابلة ألاحظ ذاك الرجال واقف يناظرني. فقلت هنا راح لازم أعرف من ذا. فقعدت أكل كذا حق كذب وقلت لمخاب بقوم بمشي، وقمت ونزلت للقبو. فوانا أنزل في القبو قاعد أقول إنه من أنت؟ واو تعال، وما غير صوتي بس يتردد في الظلام. فقلت يمكن كلام والدي من جد إني قاعد أتخيل وتهلوس. لكن يوم بغيت بطلع من القبو شفته عند الباب يناظرني وبنفس الطريقة الغريبة ذي. فجسمي تقشعر وتلقائيا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكل صوت، وبسم الله الرحمن الرحيم وحالتي حالة. ورجال ما بعد بالعكس كل ما يجيني واسمع صوت أمي تصرخ يا بنت الحلالة، لكني كنت مشلولة ما قدرت أتحرك من الخوف. فخلاص ده الرجال مرة قرب مني وأشوف عيونه سودة يا إخوان ما فيها بياض أبدا. ولا أسمع صوت أبوي يقول لأمي بين شكلها في القبو روح شوفيه. فالرجل مشى من جنبي ودخل على القبو كمل طريق وأمي توصل، ولله الحمد وقتها حسيت بالطمأنينة. ركضت لوالدي وأمي وحضنتهم حضن قوي. فرجع مرة ثانية أبوي يسأل إنه إيش صار لك إيش فيه، فقلت له بالموضوع نفسه إنه والله الرجال وذا. فقال استعذت بالله. قلت له إيه ومتحصنة بعد. فقال أبوي إن شاء الله بكرة راح أجيب شيخ يقرأ على البيت ويقرأ عليك بعد لا تخاف أبدا. فحسيت براحة مرة كبيرة من كلامه. ومرت الليلة وكان ذهني شارد، والرجال الخطيب إذا قاعد يبغى يخطب وأنا في عالم ثاني. فأمي برت الموضوع له ولأهله وقالت له أن البنت مسكينة مضغوطة لأنه الساعة بيت جديد وتعرفون الوضع. ولما خلاص راحوا صليت لي صلاة العشاء وغفوت شوي، ولا أحلم بالرجال مرة ثانية أحلم بالرجال، وشفته يراقبني في القبو ويقول لي بإن أنا ما راح أضركم ولا أي شيء بس أنتوا لا تضرون. كل اللي أبغاه شعور بالراحة في غرفتي، ولا ترمون الأشياء القديمة حقكم المعفنة شرايط من 7 سنين ما غسلت. وأرجوك يقول لأبوك إنه لا يجيب شيخ هنا بيتعبني مرة، ولا ترى ما راح تخرجون سالمين. فالصباح شفت أبوي قاعد يدور على رقم الشيخ، فقلت لأبوي لا يا أبوي ما يحتاج شيخ ولا شيء، ترى طلعت تتوهم. فرد علي وقال ترى البارح كنت في حالة مرة يرثى لها. فقلت له أموري طيبة بس ضغوط نفسية. فخلاص وقف إنه يدق على الشيخ وراح شغله. وبعدين رحت لأمي وقلت لها بالقصة كلها، وتوسلت لأمي إنها لا تروح للقبو ذا مرة ثانية. وأمي وافقت وقالت خلاص القبو ذا ما بندخل. ومن يومها خلاص الرجل الغامض ذا مع له صوت ولا عاد له أحلام ولا نشوفها ولا لما أروح أخرج من غرفتي أرجع أحصلها مرتبة. فنسأل نقول أمي رتبتيها؟ أمي تقول لا رتبتها ولا لمستها، ما يحتاج من يعني يرتبها معروف.